وصفتنا تاع اليوم هي الكسرة الجزائرية المعروفة. كاين اللي يحب يديرها بزيت الزيتون، كاين يحب يديرها بزيت سانغو. نبداو على بركة الله الوصفة. في قصعة نحضروا الدقيق، نديروا دقيق مغربل طبعا، رطب ولا متوسط. عندنا الملح على حسب الدقيق اللي درنا. عندنا الزيت، نضع الزيت نديروه في الوسط هكذا، حوالي نصف كاس تاع التاي. واللي يحب يجي مبسه يدير لها كاس كامل تاع التاي الزيت. ومن بعد نبداو نعجنو فيها، نديرو الماء بشويه برك ونحاولوا نلموها، نذوبوا هذاك الملح مع الماء، نحاولوا ندخلوا الدقيق مع الزيت والماء كيما راكم تشوفوا. نلموها كامل، نعجن بيد. نضيفوا الماء غير بشويه شويه بشويه شويه بشويه حتى نتلموا العجينه مليح هكذا. ها كما راكم تشوفوا راني ندخل الزيت في الدقيق، لازم يدخل الزيت مليح. ونضيفوا الماء بشويه، ما نديروش دقه واحده ومن بعد تحلحل، لازم نضيفوا الماء شوي بشوي وندخلوه هكذا كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. ومن بعد هذه العمليه نبداو ندلكو نقطعوه هكذا باش نقدفوا الزيت، باش كي نطيبوها من بعد تجي تاكلها ما تجيش تتفرتت، تجي حاكمه روحها. شوفوا كيف تحصلنا على عجينه. انا بدينا نتحصلوا وهنايا لميناها، ومن بعد نبداو ندلكو نقطعوها بالتقطيع. بزوج يدين، عجني قلبي زعف كاع في الكسره. نضحك بك نعمة ربي. هكذا نقطعوها مليح. بنات ديروا كتانه تحت القصعه باش ما تحرك لكمش. نقطعوها مليح حتى هذاك الزيت يدخل مليح في العجينه، ونحصلوا على عجينه ملساء ومتماسكه وطريه. وبالطبع كل مره نضيفوا الماء بشوي بشوي حتى نحصلوا على العجينه طريه، ما تجيش محلحله بزاف وميمطو ما تجيش يابسه. تكون ديريها يابسه كي تجي تاكليها سمحي لي تذبحك. وما نديروهاش طريه بزاف تجي طيبيها تتحلك وكل وتبزد، لازم نديروها مليحه بك. هنا نبداو نلمو فيها حتى تتلم مليح. في نفس الوقت راني نقطر لها فلفل، شمخ يدي واللم هكذا. دلكيها مليح حتى تولي لك عجينه طريه. هكذا رانا تحصلنا على عجينه طريه وتلمت لنا ولا الشكل تاعها املس وباهيه. نشكر في روحي، صدقوني والله يا البنات غير كسره هايله. ما ندير لها لا خميره لا السكر. كاين وصفه نديرها ان شاء الله كش من مره نشاركها معكم تاع الخميره والسكر، بصح هذه كيما نقولوا تقليديه تاع بكري، فيها غير الملح والزيت وتلميها بالماء. والله يا البنات غير تجي هايله، طيب كيما يحب خاطرك. شوفوا كيفاه جات هكذا. من بعد نحطوها نغطيوها مليح ونخلوها ترتاح شويه بك، ماشي بزاف. ما بين نحمي الطاجين نشعلو ونمسحو ومن بعد نولي ليها نقرصها هكذا. نفرش لها فوطه، الله نستحفظ بها ونغطيها. طحو كتافي عليها سيدتي لازم. ومن بعد نجي هنا بعد ما حطيت الطاجين طبعا جيت هنايا ما بين يحمى راني نحلل فيها. راني نصور بيد، ساعه نحطو فوق باطه تليفون، ساعه سمحوا لي بنات اول مره ندير فيديو ما لقيتش شكون يحكم لي ونصور. هكذا نحلوها شكل دائره، ومره على مره نقلب هكذا باش ما تلصقليش في هذيك الكتانه. سيدتي المحترمه المشاهده الكريمه،
ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله في هاد العواشر، ربي يفتحها في وجوهكم ان شاء الله. اللي ما عندهاش ذريه ربي يرزقها ذريه، واللي حب الرزق ربي يجيب لها الرزق ان شاء الله يا ربي. كل واحد مظلوم ربي ينصره، واللي مريض ربي يشفيه. كل حاجه كل واحد ان شاء الله حاجه في قلبه ربي يوصل لها. هنا هاكم تشوفوا بدات تكبر العجينه. انا درت وحده كبيره، نحب نديرها كبيره، واللي ما تقدرش البنات الكبيره ديرها قروص صغار، طيبها تقسمها على زوج ديرهم مع الصغار. انا نحب كبيره هكا نطيبها اون فوا بور تو، ومن بعد نسقبها هكذا بالفرشيطه، نخرجها مليح باش كي نطيبها من بعد كلوحها في الطاجين ما كيفاش نقول ما تشلفتش، ما تبوطش، ما تطيرش هذيك القشره الفوقانيه. نخرجها مليح ومن بعد نروح نلوحها في الطاجين. طاجين دهن مسحته شويه بالزيته باش ما تلصقليش. هنا ما لقيتش شكون اللي يصور لي، دونك ما قدرتش نلوحها ونصور لكم، اسمحوا لي. شجعوني البنات، شجعوني باش نزيد فيديوهات، عندي بزاف وصفات. وهنا نبدا نطيب فيها، نجيب حطبه هكذا نتك عليها بشويه ونحركها بشويه كيما راكم تشوفوا. سمحوا لي ولا طولت عليكم الفيديو، يعني قلت لكم اول مره سيدتي ندير فيديو. وهنا طبعا هاني قلبتها من الجهه الاخرى ونزيد نطيبها، وهكذا نكون طيبت الكسرة تاعي وخلصتها. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاعها. تضربي لها شويه شليطه